اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي بالبطاطس والخضار، تنفع للفطار وكمان للغدا. مناسبه جدا ليكي لو بتعملي دايت، وكمان لو بتحبي الاكل الصحي. خفيفه وبسيطه وسريعه واقتصاديه، ومن طعمتها هتعمليها كل يوم. يعني لو جايه كده من الشغل ومستعجله، هتعمليها كده في 10 دقايق. تابعيني في الفيديو علشان نشوف الطريقه، ويلا كده بسرعه اشتركي في القناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده أنا جبت واحدة من البطاطس، هي كان حجمها كبير شوية، لكن هي باينة إن هي متوسطة. بطاطساية كده كبيرة عشان أنا هعمل طاجن كبير. وبشرتها بالشكل ده طبعا بعد ما قشرتها وغسلتها كويس. بشرتها بالمبشرة زي ما انتوا شايفين كده، سهلة جدا ومبتاخدش وقت خالص. أنا مش هغسل البطاطس دي، أنا هسيبها زي ما هي كده، لأن أنا محتاجة المية اللي فيها. وجبت كده بصلاية متوسطة بالشكل ده، وبرضه بشرتها بالمبشرة. حلو قوي كده. وجبت بقى شوية فلفل كده ألوان، يعني أصفر وأحمر وأخضر، على حسب الموجود عندك. لو عندك أخضر بس تمام مفيش مشكلة، بس خلي بالك من نقطة، إن انت كل ما بتزودي الألوان في الوصفة بتاعتك كل ما بتزودي القيمة الغذائية. الفلفل الألوان ده قيمته الغذائية عالية جدا. أنا ما خدتش فلفلاية كاملة، أنا خدت نص ونص، وخدت الفلفلاية الخضرا دي. حلو قوي كده على قد الوصفة بتاعتنا. قطعتهم بقى مكعبات صغيرة بالشكل ده، وبرضه هسيبهم كده على جنب. وجبت برضو طماطمية واحدة، وقطعتها برضو مكعبات. بس في الاول كده شلت البذر وشلت المية اللي فيها، يعني اخدت اللحم بس بتاعها، وقطعتها برضو مكعبات صغيرة. انا كده جهزت شوية حاجات بسرعة بسرعة كده. هبدأ احط بقى المكونات دي كلها كده على بعض. انا حطيت كده البطاطس، ومعايا كمان بصل انا بشرته زي ما شفته، وكمان فلفل الالوان اللي انا قطعته مكعبات، والطماطم. كل الحاجات اللي انا قطعتها دي هجيبها كده واحطها مع بعض، وهخلطها كده مع بعض بالشكل ده. طبعا في شوية اضافات بسيطة هحطهم تاني. انا حطيت كده شوية من الملح، وكمان الفلفل الاسود، وشوية كده من البابريكا. ولو برضو عندك كركم حطي، انا بحب احط لها كركم، بس في اليوم ده ما كانش عندي كركم. وشويه بابريكا زي ما قلت لكم، وشويه شطه بقى بتدي طعم حلو قوي للوصفه دي. وهبتدي كده اقلبهم بالشكل ده. ولو عايزه تحطي برضو بصل باودر وتوم باودر مفيش اي مشكله. وزودت النكهه كده بفصين من التوم، هرستهم بالشكل ده. وجبت دلوقتي بقى كده بيضتين عشان القيمه الغذائيه، وعشان نربط كل المكونات دي ببعضها. حطيت كده بيضتين، عايزه تحطي 3 4 براحتك خالص. يعني كميه البيض اللي انت عايزاها حطيها مفيش مشكله. انا حطيت بيضتين وقلبتهم مع الخضار بالشكل ده. وزودت كده شويه من الجبنه الموتزاريلا، وممكن تستغني عنهم تماما، بس انا حبيت كده ازود التست كده وخلي طعمها حلو. طبعا لازم تكون الجبنه الموتزاريلا طبيعيه، ما تكونش من دهون نباتيه ابدا، خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا. وضفت كده شويه شرايح من الزيتون، لو عايزه تستغني عنه مفيش اي مشكله. بس وانا شغاله كده بفتكر حاجات بحطها كده بتزود التست بتاع الوصفه بتاعتي. جبت الطاجن اللي انا هعمل فيه، وابتدأت ادهنه كده دهنه من الزيت. وضفت بقى كل المكونات اللي احنا عملناها مع بعض دي. ما اخدتش 10 دقايق بالظبط في تحضيرها. بس سويت الوش بقى بالشكل ده، عشان دلوقتي هدخله الفرن على درجة حرارة 200، وهسيبه كده حوالي ربع ساعة. طب هو بس كده الطاجن، ممكن تسيبيه على كده مفيش اي مشكلة. وممكن كده تحطي على الوش شوية كده من الموتزاريلا. بس زي ما قلت لك الموتزاريلا لازم تكون طبيعي، ما تكونش من دهون نباتية. دي مهمة جدا يا جماعة الحتة دي، لان اللي من دهون نباتية دي بتبقى ضارة جدا، وكلها دهون غير صحية. ورشيت كده فوق الموتزاريلا شوية من حبة البركة على الوش. ممكن تحطي سمسم حبة بركة براحتك خالص، ممكن تشيليهم خالص من الوصفة. وحطيت كده شرايح من الزيتون الاسود على الوش، ده ممكن تستغني عنه تماما، بس ده انا حطاه كده للتزيين. حلو قوي كده. بقى انا ادخله دلوقتي الفرن، عشان بس ايه ياخد وش كده تحت الشواية. ما بيقعدش 5 دقايق وبطلعه بقى بالشكل ده. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ عايزه اقول لكم بقى ريحته تحفة. ممكن ان انت تحطي بقى في الوصفة دي قطع فراخ، ممكن تحطي بسطرمة، ممكن تحطي اللي انت عايزاه، اي بواقي عندك. بس انا حبيت اعملها بالخضار كده، بتبقى خفيفة وبسيطة وسهلة وكمان اقتصادية. شايفين بقى شكل الوصفة بتاعتنا مغرية جدا. مش عشان اكل صحي وبنعمل دايت يبقى مش هنهتم بالاكل بتاعنا، لا ده احنا هنهتم بيه ونعمله في ابهى صورة. نقطع كده بقى قطعة، شايفين شكلها تحفة وريحتها وطعمها مفيش بعد كده. ويا سلام بقى لو حط لها كمان قطعة من البسطرمة، هتبقى ريحتها روعة. هي كانت بصراحة يا جماعة طعمها حلو جدا، والبطاطس مستوية. انا قلت لكم ما تصفوش البطاطس او ما تعصرهاش من المية بتاعتها، عشان المية بتاعتها هي اللي بتسوي الوصفة. بتقعد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة وبتستوي. وبعد كده بتطلعيها وبتحط لها الموتزاريلا. ما تحطيش الموتزاريلا من الاول، وادي لها فرصة ان هي تستوي، عشان الموتزاريلا بتاعتك ما تتحمرش وتبقى الوصفة لسه ما استوتش. يبقى تسويها الاول، وبعد كده تطلعيها اخر 5 دقايق، وتحط لها كده شوية موتزاريلا على الوش.
وممكن كمان لو انتي مش حابة تستغني عن الموزاريلا خالص، وبرضه هتبقى وصفة حلوة وسهلة وبسيطة واقتصادية وتنفعك في الدايت، وحاجة كده اخر جمال. انا بتمنى تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.